السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس ده هنتكلم فيه في شوية حاجات كده، يعني خلينا نقول هي حاجات لا تذكر على الإنترنت، وهي شوية مواضيع طريفة في الأندرويد. وهي مش زي باقي الكورسات إنك ازاي تعمل انفايرمنت أندرويد وازاي تسطب أندرويد ستوديو والكلام ده. لا، احنا هنتكلم في حاجات تانية مختلفة. طيب، في شوية حاجات كده في الأندرويد الناس ما كانش بيبقى عندها علم بيها. زي مثلا إن في حاجة في الأندرويد اللي هي اتكلمنا فيها، اللي هي الروم. خلينا نجيب التراك باد كده شويه. ايوه، اوكي. الروم الروم اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي هو الجزء اللي بنتكلم فيه ان ده اللي عليه الاوبريتنج سيستم. طيب، هل الروم دي احنا ممكن نغيرها؟ هل ممكن يحصل تغيير على الاندرويد؟ زي ما اتكلمنا ان احنا في حاجه عندنا اسمها الاندرويد اوبن سورس بروجكت، او الاندرويد مفتوح المصدر، AOSP. ودي النسخه المفتوحه المصدر من اندرويد. اي شركه بتروح تعمل موبايل جديد بتروح لجوجل تقول لها انا هاخد رخصه اندرويد اوبن سورس بروجكت وابتدي اعدل عليها. وطبعا جوجل بتبقى ليها حسابات ماليه تدفع في الحاجات دي، او ليها رخص بتاخدها عشان تبتدي ايه، تاخد الكلام ده كله. كل الشركات بتروح تاخد الكلام ده. تمام. فخليني اقول لكم على حاجه بسيطه جدا. زمان كانت MIUI، اللي هي اللي هو الروم الاساسي بتاع شاومي دلوقتي ده اصلا. قبل ما يبقوا عندهم موبايلات كان عندهم MIUI. MIUI خلينا نقول ان هو كان بادئ في بدايه الالفينات. اول ما الاندرويد بدأ عملوا نسخ كتيره جدا من MIUI. وكانت الناس بتستخدمها قبل ما يخترعوا فكره ان يبقى اصلا في موبايلات شاومي. تمام. يعني اول خلينا نقول بقى لهم حوالي 14 سنه من 2010. كان اول ريليس لام اي يو اي كان في موبايلات كتير جدا، منها موبايلات مثلا زي الاس 3 والاس 2 وسامسونج. اول فئات الحاجات اللي كانت نازله دي. خليني حتى نجيب من ويكيبيديا كانوا بيتكلموا في الموضوع ده. هتلاقوا ان مثلا ام اي يو اي كان نازل في ديفايسز، مثلا كان من اول اندرويد 2.1 لغايه لما قرروا ان هم يطلعوا موبايل شاومي حقيقي، موبايل من انتاجهم عليه عليه الاوبريتنج سيستم. خلاص بقى هم اعتمدوا ان هم يبقى عندهم موبايلات بتاعتهم. طيب، زمان احنا كنا بنسمي الحاجات دي اللي هي بنسميها مش كاستم روم او رومات معدله، كنا بنسميها كوكيد روم، او خلينا نقول اللي هي الرومات المطبوخه زي ما بنسميها يعني دلوقتي، او الكاستم روم. هل في ناس كتير جدا كانت بتعمل كده؟ خليني اوريك على حاجه كبيره جدا. كان في ويب سايت معروف جدا اسمه اكس دي اي ديفلوبرز، او مطورين اكس دي اي. ده بحر كبير جدا، ده منتدى من المنتديات القديمه جدا جدا جدا. لو دخلت في التوبكس بتاعته، مثلا انا معايا موبايل اللي بستخدمه في التستنج بيكسل 2 اكسل، هتلاقي في فورم كامل معمول للبيكسل 2 اكسل. في ايه بقى؟ مثلا ناس بتتكلم في الاكسسوارز بتاعت الموبايل، ناس بتتكلم في السيمز والمودز، ناس بتتكلم في الروم والكيرنل والريكفريز والاو تي اس. تعال نجيب المنتدى ده عشان ده من اكتر المنتديات المسليه في الموضوع. طيب، لو جينا مثلا على موقع جوجل نفسه، جوجل بيكسل، وكتبنا بيكسل ديفايسز، تعال نجيب ال 2 اكسل. تعال نجيب نكتب مثلا بيكسل فيرم وير، او السوفت وير بتاعه يعني. تعال نشوف اخر اصدار حصل للموبايل اللي معايا في التستنج ده، اللي هو البيكسل ده دي بيكسل ووتشز. ساعات احنا معانا موبايل هندوس على اكنولجمنت او اكنولج. هنختار الموبايل بتاعي اللي هو بيكسل 2 اكس ال، اللي هو تيرمان. اخر اصدار وصل لي رسميا من جوجل في البيكسل اندرويد 11 في ديسمبر 20. طيب، هل الناس وقفت عند كده؟ الناس قالت لا. لو انت بتتكلم احنا اخر اصدار اندرويد 15، في حد عامل كاستم روم اسمه بيلز مثلا الروم ده. تمام، ده باخر ابديت سكيورتي نزل في فبراير 2025 ل اندرويد 15.
ودي طريقه الانستوليشن بتاعته. تمام. هل الموبايل يقدر يشغله؟ الموبايل شغله اصلا فعلا، وعليه كل التولز بتاعته، وعليه كل حاجه، وعليه اخر ابديتس الجوجل. يعني تقول لي طب ده بيحصل ازاي؟ هقول لك الناس بتاخد الاندرويد اوبن سورس بروجكت وتعدل فيه، وتعدل في الاندرويد الاي او اس بي. تمام. وتطلع منه نسخ تانية زي ما شاومي عملت كده، وزي ما سامسونج بتعمل كده، وزي ما كل الشركات بتعمل كده. بس اللي في الشركات دي بتبقى بالنسبة للمستخدمين دي ستوك رومز، يعني دي اللي الشركة بتنزلها. يعني خلينا نقول ان دي ستوك روم، دي نسخة رسمية من الروم نفسها. حلو كده. زي شاومي دلوقتي، وزي وان يو اي والحاجات دي كلها. ماشي. في ناس تانية بقى قررت ان هي تعمل يعني تاخد الاندرويد ده وتنزله بافكار تانية مختلفة. زي مثلا خلينا نجيب كده، هتلاقوا موجود طبعا هنا. تعالى نرجع للاكس دي اي بيكسل 2 اكس ال. مثلا في عندك بيكسل او اس او بيكسل اكسبيرينس، دي من التيمز الكبيره جدا على مستوى العالم اللي بتديفلوب في الاي او اس بي. في عندك مثلا لينج دولت كانوا كلوك ورك مود زمان، او سي ام، واتغيروا دلوقتي بقوا لينج. تمام. دولت من الناس العباقرة اللي خدوا الاندرويد او اس بي وطوروا فيه بشكل كبير جدا، وخلوه خفيف وعليه شوية برامج معدلة تفت مع كل الناس. طيب، يعني دولت عملوا كده، دولت عملوا كده، هل ده عادي جدا؟ اه عادي. بس ده ستوك وده لينج عادي جدا، كل واحد طلع منهم نسخة عاملة يعني خاصة بيه. طيب، انا اقدر انزل الحاجات دي على موبايلي؟ اه تقدر تنزلها عندك على موبايلك عادي جدا، مفيش اي مشكله. بس هي الفكره، خلينا نقول من ناحيه السكيورتي، ان انت ما تعرفش العامل ده حاطط فيه ايه. يعني العامل الكاستم روم دي حاطط فيها ايه. فهي دي المشكله. على الاقل خلينا نقول ان ام اي يو اي او 1 يو اي بتوع سامسونج والحاجات دي وبتاع شاومي بيحصل لهم مراجعه. ده ما بيحصلوش مراجعه، ده الكوميونتي نفسه اللي بيراجع. تمام. يعني مثلا هنا هتلاقوا في الكوميونتي نفسه هو اللي عمل مراجعه للفيرموير ده. يعني هو حتى بيقول لك يوز ات ات يور اون ريسك، استخدمه على مسؤوليتك الشخصيه. حلو. فهو مش مسؤول عن اي حاجه. طيب، هتلاقوا في ناس طبعا كتير جدا بتنزل ابداعات للاندرويد وفي مثلا بروجكت كتيره جدا الناس بتطورها في الاندرويد للموبايلات حتى القديمه. مفيش اي مشكله، الموبايلات القديمه بالنسبه لهم ما بتموتش. طيب، خلينا نرجع لبوينت تانية. طيب، هل انا لو نزلت النظام ده ممكن ارجع للنظام الحقيقي بتاعي؟ اه طبعا عادي جدا. لو انت معاك موبايل تاني ممكن ترجع تعمل انستوليشن للسوفت وير او الستوك روم. يعني لو معاك موبايل سامسونج، في تول اسمها اودن سامسونج. ماشي، ممكن تستخدمها وتجيب الفيرم وير الاساسي بتاع الشركه. ممكن تجيبه مثلا من موقع زي سام موبايل مثلا. سام موبايل. انت معاك موبايل مثلا، ايا كان الموبايل ده ايه، اخد كده عن الجزء بتاع الفيرم ويرز ده. شوف مثلا موبايلك اللي معاك وتنزل اخر فيرجن بتاعت الموبايل، والموبايل هيشتغل عادي جدا. معاك موبايل بيكسل، ممكن تفتح موقع زي فلاش دوت اندرويد دوت كوم ده، وتخش توصل موبايلك بيه، وتمام التمام هتلاقي الموبايل بيرجع عادي جدا. تمام. فالحاجات دي يعني الناس كانت فاكره ان هي مثلا بتخرج من الضمان والحاجات دي. لا، مفيش الحاجات دي خالص. الحاجات دي انت ممكن ترجع كل الحاجات تاني زي ما كانت، مفيش اي مشكله. طيب، ده بالنسبه للرومز. على فكره الرومز بحر كبير جدا. زي زمان لما كانت الناس بتعمل ويندوز معدل، كل واحد بيحط اوبشنز مختلفه والكلام ده. في الرومز في تعديلات رهيبه بتحصل على ليفل السوفت وير والهاردوير في الكيرنل، بيلعبوا في الكيرنل بطريقه مرعبه. يعني مثلا ده هتلاقي عاملين اوبشنز كتيره جدا في البيكسل. مثلا لانشرز مختلفة، عاملين سيمز مختلفة، عاملين ديزاينز مختلفة. مثلا عملوا تعديلات على البصمة مثلا. في مثلا حد حاطط عامل كيرنل، بيعدل في الكيرنل، حاطط فيه تسجيل مكالمات، وحاطط فيه اد بلوكر، حاطط فيه اوبشنز كتير جدا. مثلا حاطط فيه واير جارد في بي ان جوه الكيرنل. عامل فلاش نوتيفيكيشن بلينكينج، ان هو ممكن تبص كده هنا حتى بيقول لك في فيديو هو عامله للتعديلات اللي عاملها على ليفل الكيرنل.
تمام. حاجات كتير جدا مثلا، لو حد اتصل بيه على الموبايل الفلاش يقعد يبلانك كده ينور ويطفي بسرعه، ودي اوبشن هو اللي ضايفها مثلا اهو. تمام. كل دي اوبشنز هو الراجل ضايفها على الكيرنل بتاعه، مفيش اي مشكله. بس طبعا كل الحاجات دي على مسؤوليتك الشخصيه، يعني الحاجات دي مش ما بننصحش بيها لو حد مش فاهم قوي القصص بتحصل ازاي. لان خلينا نقول في حاجات كده بتحصل كتيره جدا في الموبايلات الاندرويد. آه، هي مش سبيشالي الاندرويد يعني، بس بتحصل كتير جدا من المستخدمين، ان بيحصل حاجه اسمها سوفت بريك او هارد بريك، ان ممكن الاندرويد بتاعك تقدر تفقد فيه كل اللي بيحصل. فدي مشكله كبيره جدا بتحصل، وممكن تحصل وعادي جدا ان هي تحصل ومفيش اي مشكله. يعني بتتصلح، بس طبعا بياخدوا وقت كبير جدا ان هو يصلح الحاجات دي. طيب. خلينا نقول برضو ان في نقط كتير جدا في الاندرويد الناس ما بتلعبش عليها. وهي مثلا ان انت ممكن تعدل في حاجات كتير جدا جوه الاندرويد. السيشن دي مش هدفها ان انت تعدل في الاندرويد بتاعك، على قد ما هي هدفها ان انت تبقى فاهم احنا مش مستخدمين عاديين بنستخدم الاندرويد وخلاص، ان انت الموبايل بتاعك مش موبايل للاتصال بس، وممكن تضيف عليه فيتشرز عاديه جدا وزياده عن الموبايل بيقدمها او الشركه المصنعه بتقدمها، او انت جزء بنتستر فانت بتبص على الابلكيشن لاير والكلام ده. لا، السوفت وير لاير فيه شويه حاجات لعب كبيره جدا ممكن تشتغل عليها هتبقى فاهمها رائعه يعني. طيب، عشان تبقى عارف احنا لما بنيجي نسطب السوفت ويرز في اي اندرويد، في عندك حاجتين بنسطب بيهم. هتلاقي في حاجه اسمها او تي اي، وفي عندك حاجه اسمها فاكتوري ايمج. تمام، فاكتوري ايمج. طيب، ايه الفرق بينهم يا استاذي؟ الاو تي اي دي اختصار اللي هي خلينا نقول اوفر ذا اير، ان انت بتنستول من ال من الواي فاي، من اي حاجه تانية، بطريقه مثلا يعني فتحت الموبايل الاندرويد بتاعك ودخلت في السيتنج ودوست ابديت، فده بنسميه انستول اوفر ذا اير او او تي اي انستول. ده فيه مميزات وفيه عيوب، يعني كل الحاجات ليها مميزات وليها عيوب. والفاكتوري ايمج دي النسخه اللي انت بتطبعها عن طريق الكابل. خليني اقول لك الفرق بينهم وبين بعض عامل ازاي. طيب، الاو تي اي فيه ميزه حلوه قوي، ان انت لو نزلت الاو تي اي الابلكيشنز اللي عندك ولا السيتنج ولا الداتا بتتمسح، مش حابب تمسح في التليفون، هو بيحدث بس. وطبعا حجمه اصغر بكتير جدا من الفاكتوري ايمج، هو بيحدث بس الملفات اللي هو راح يحدثها، مش بيعمل اي حاجه مختلفه. تمام. طيب، العيب فيه ان انت ما ينفعش ترجع للنسخه اللي قبليها، يعني لو نزلت الاو تي اي مثلا، لو جبت او تي اي مثلا بتاع نسخه قديمه، مش هتعرف تنزله يعني، فاهم؟ او مش هتعرف تنزله، مش هتعرف ترجعك للنسخه القديمه لان هو بيصلح مشاكل ما بيرجعش. تمام. طيب، ممكن تنزله ازاي؟ ممكن تنزله عن طريق كابل برضو، ممكن تكتب في الاي دي بي سايد لود وتديله الابديت في الابديت اللي انت عايزه. ده لو انت عايز تستبه يدويا من غير ايه الموقع بتاع الشركه، او من غير ما تعمل ابديت اباوت وتخش في السيتنج بتاعتك وتعمل الابديت بتاعك. في بقى عندك الفاكتوري ايمج او نسخه المصنع. نسخه المصنع دي النسخه اللي المصنع بيديها لك زي بتاعت سامسونج. تمام. ودي نسخه بتحل شويه مشاكل زي مثلا البوت لوب، ان انت ستارت ابلكيشن والابلكيشن ده دخل الموبايل في بوت لوب، بيجي عند اللوجر بتاع الشركه بيقعد يراستر من غير اي فايده. او السوفت بريك، ان هو خلاص الموبايل اصلا بيجي عند اللوجو بتاع اندرويد ويقول لك انا اسف مش هكمل بعد كده خلاص. تمام. فبيبقى في حاجات كتير جدا بسبب اخطاء حصلت منك، عملت اي تعديل على النظام او عملت اي تغيير في الموبايل نفسه. طيب، ايه المميزات بتاعه الفاكتوري ريست والعيوب بتاعه الفاكتوري ريست؟ الفاكتوري ريست فيه ميزه حلوه قوي، ان انت ممكن ترجع الموبايل لحالته الاصليه 100%، مفيش اي حاجه غلط يعني. ممكن ترجع لفيرجنز ثانيه قديمه، يعني لو انت معاك مثلا بيكسل 2 اكسل ودخلت مثلا شفت نسخه اندرويد 11، ممكن ترجع ل9 عادي جدا، تنزل الفاكتوري ايمج وترجع له 9. هيصلح لك مشاكل كتيره جدا زي البوت لوب والاخطاء اللي بتحصل في الجهاز. العيوب بقى ان هو بيمسح كل ملفات الجهاز اللي نزلت، انت بتنزل الجهاز بيمسح البارتيشن تيبل كامله او الهارد بتاع الموبايل كله وبيستوى من اول وجديد. عشان تنزله لازم يكون عندك، يعني هو بيتطلب ان هو يبقى عندك مساحه من 3 ل 5 جيجا، لان الملفات بتبقى كبيره جدا، يعني فيها ملفات السيستم والبوت والريكفري والحاجات دي كلها.
فطبعا خلينا نقول ان ده ليه مميزات وده ليه مميزات وده ليه عيوب وده ليه عيوب وهكذا. طيب تعال نرجع لموقع اندرويد. انا مثلا هنا كده لو دخلت مثلا قلت له الاو تي اي مثلا ايمج، هتلاقي عندك الفاكتوري ايمج والاو تي اي دي الابديتس نفسها. تعال نرجع للفاكتوري ايمج كده ونبص كده، هنا هتلاقي في عندك اكنولج، هتلاقي عندك تعال نكتب، سوري انا كتبت مش هنا، بيكسل تو اكس ال اهو. بص عندك من اول اندرويد 8 لغايه 11 ممكن تنزله عادي جدا. في فلاش ده لو عملت دوست على فلاش، لو الموبايل متوصل بالكابل، لو انت معاك بيكسل تحديدا يعني، ممكن تفلاش اونلاين من على الانترنت. هنا انت ممكن تنزل الفيرم وير كامل من على الانترنت لجهازك وتسطبه وانت بالكابل براحتك عادي جدا. فانت ممكن ترجع للنسخ القديمه عادي، مفيش اي ادنى مشكله. فدي ميزه ايه ممكن تستخدمها في الاندرويد. تمام. طيب يعني احنا قلنا ان احنا هنا ممكن نعدل في الروم وممكن نعدل في الكيرنل. طيب خلينا نيجي لنقطة، طبعا الكلام ده هنتكلم فيه بطريقة عملي في الفيديو الجاي ان شاء الله. انا هنجيب موبايلي وهنشتغل عليه. طيب هل انا ممكن انزل اكتر من اندرويد على ديفايس واحد؟ اقول لك عادي. لو دخلت كده كان في بروجكت كان معمول اندرويد مالتي روم، ده موجود كده اهو. مالتي روم ده موجود من 2018. كان ظاهر لما كانت اوفنسيف سكيورتي كانوا منزلين اللي هو نت هانتر. كانوا عاملين حاجه حلوه قوي في نت هانتر. لو بيقول لك لو انت معاك بيكسل او نكسس اللي هم الموبايلين بتاع جوجل يعني، كان ممكن تنزل بيكسل وتنزل نكسس وتنزل الفيرموير بتاع تليفونك العادي وتسويتش بينهم. الموبايل وهو بيقوم بيقول لك اختار ان انت عايز تقوم ايه بينهم، يعني ده البوت لودر بيجي كده. تمام. انت كل الفكره بس ان انت بتنزله زي ما انت عايز، هتلاقي فيه مالتي روم وتقدر تعمل والجهاز بيقوم تختار الاوبريتنج سيستم اللي انت عايزه. طيب بالمناسبه في فوركس كتير جدا من اندرويد او يعني تعديلات كتيره جدا من اندرويد، مش هي بس الاندرويد المتعارف عليه. يعني تقول لي زي ايه؟ هقول لك كان مثال كبير جدا. في عندك اندرويد اسمه صلي فيش. طيب ايه الصلي فيش ده يا استاذ محمد؟ هقول لك الصلي فيش ده حد خد اندرويد وعدل عليه وعدلوا على كل حاجه في الاندرويد، كل حاجه حرفيا. خدوا الاندرويد كده عملوا اندرويد خاص بيهم من جواه. لو انت حتى شايف الواجهه الرسوميه بتاعته مش شبه الطبيعيه جدا اللي احنا بنستخدمها اهي، فيها عادي كل حاجه. هم غيروا جوجل بلاي بستور تاني مختلف، غيروا الواجهه الرسوميه بحاجات تانية، بس هو اندرويد يعني هو 100% اندرويد وبيشغل اي بي كي عادي جدا. بس هو الفكره كلها ان هم غيروا كل حاجه فيه عشان يبقى نظام تشغيل مختلف. تمام. وضافوا في يوزر انترفيس مختلفه زي ما انت شايف. عملوا في طريقه دفع مختلفه. مثلا بيقول لك ان هو بيسبورت 22 اي بي ايز. البرامج بتاعته كلها هم اللي عاملينها خاصه بيهم. تمام. في حاجات مثلا هو بيقول لك ان هو بيسبورت الاندرويد ابس، لان هو كده كده اصلا مبني على اندرويد. يعني هو بيقول لك ان الديفايس كده كده مبني على اندرويد. تمام. في عندهم ساند بوكسنج بتاع الابلكيشن، بيعزل الابلكيشنز بطريقه مختلفه. عندهم في بي انز بيسبورت كذا في بي ان. يعني عندهم طريقه انكريبشنز مختلفه. في حاجات كتير جدا. زمان كانوا خلينا نقول برضو في فايرفوكس اندرويد، في فايرفوكس او اس اندرويد ده كان موجود. وفي عندك لينكس كان بينزل على اندرويد، في توزيعات كتير جدا من لينكس بتنزل على اندرويد ممكن تستخدمها. حاجات كتير جدا كانت موجودة زي خلينا نفتكر اسماء. يعني كان في مثلا كان توزيعة كده زي في عندك اوبنتو موبايل، اوبنتو تاتش. دي ممكن تنزل على الاندرويد، تنزل اوبنتو على الموبايل بتاعك الاندرويد. وممكن تستخدم جوجل بيكسل او وان بلس وتنزل اوبنتو عادي جدا على الديفايس بتاعك. خليني اقول لك على حاجه برضو عشان تبقى عارف الحاجات دي.
على قد ما هي انيشيتيف حلوه انت ممكن تتعلم منها او تستخدمها، بس مش هيبقى لونج تايم يوزنج. ليه؟ او مش هتقدر تستخدمه لمده طويله. ليه؟ لان هم ما بيدعموش فيه اي حاجه. اه في اوبنتو ستور بس مش شغال فيه كل البرامج، في مش عارف ايه بس مش شغال فيه كل البرامج. مثلا عايز تفتح فيسبوك فانت ما فيش ماسنجر، هتنزل حاجه معموله للينكس، فاهم؟ ففي شويه مميزات للاندرويد مش هتلاقيها، مش هتقدر تستخدمها يعني. ده اللي انا اقصده. ففي حاجات كتير جدا ممكن مثلا تحس ان هي مش موجوده. طيب في عندك برضو ده من الاوبريتنج سيستمز اللي موجوده اسمه جريب غرافين يعني، سوري منطقه غلط. ده كان من الاوبريتنج سيستم وستيل موجود لغايه هذه اللحظه. ده تيم من الناس اللي خدوا الاندرويد اوبن سورس وبيطوروا فيه لغايه دلوقتي. بس هم شالوا كل حاجه ليها علاقه بجوجل. الديفايس ده او الروم ده ما فيهوش جوجل سيرفيسز خالص، ما فيهوش ما يمت علاقه بجوجل، ما بيكلمش جوجل بشكل كامل. تقولي طيب بينزل الابلكيشنز ازاي؟ هقول لك هم عاملين ماركت بليس خاص بيهم، عاملين كل حاجه خاص بيهم. عايز تفتح فيسبوك افتحه من البراوزر، عايز مش عارف تعمل ايه فاهم؟ هتلاقي حتى في مينتيننس هم عاملينها خاصه بالاندرويد. يعني مثلا عشان تفتح سكرين شوت لازم في معايير معينه تاخدها عشان تبدا سكرين شوت. الاكزيف داتا اللي هي بتاعت الصور بتتشال اوتوماتيك من كل صوره. يعني انتوا عارفين لما بنيجي نصور صوره في حاجه اسمها الاكزيف داتا، بيبقى مكتوب فيها الكاميرا، اسم المصور، كل الحاجات دي او شويه معلومات كده بتتصور. تمام. المعلومات دي برضو هي شويه معلومات، خلينا نقول برضو معلومات شخصيه. ففي ناس كتير جدا بتمسحها او بتهتم انها تتمسح. الموبايل ده لما بيجي يصور او الروم ده لما بتيجي تصور هو اوتوماتيكلي ما بيمسح الاكزيت داتا بشكل كامل. عاملين كذا حاجه ان انت مثلا بين باتشنج، او دي حاجه كده يعني ممكن تكون برايفسي واي شويه. ان انت لو في حد جنبك وعايز تفتح البروفايل بتاع الموبايل بطريقه مختلفه، تكتب مثلا لو الباسورد بتاعك 1 2 3 4 5 ممكن تكتب 5 4 3 2 1 يفتح حاجه تانية خالص او يمسح الداتا. طبعا كل الحاجات دي برايفسي ويز هم عاملينها عشان ايه؟ يعني عشان هم مهتمين بالسكيورتي يعني شويه. برضو هم مش عاملين ابداع، يعني هم واخدين الاي او اس بي ومعدلين فيه وشايلين منه جوجل سيرفيسز. بالمناسبه انت ممكن تبقى عندك حاجه زي دي وعايز تنزل الجوجل ابس تاني، تعملها ازاي؟ في حاجه اسمها جي ابس، اختصار كلمه جوجل ابس. في ويب سايتس بتنزل من عليها الجي ابس دي. لو دخلت كده هنا ومعاك اندرويد مثلا بيقول لك البلاتفورم ده، انت مثلا زي ما اتكلمنا في المحاضره الاولانيه، فانت عندك ارم وفي عندك ارم 64 الاجهزه اللي بعد 2016، وفي عندك دي الاجهزه اللي هي البي سيز، وفي عندك دي اللي هي اللي بيبقوا ايميليتورز. هو حتى كاتب لك سام اندرويد ايميليتورز. فانت عايز تنزل على الحاجات دي اندرويد، عايز تنزل عليهم جوجل ابس، تعمل ايه؟ تخش على اختار نوع البروسيسور وتختار الاوبريتنج سيستم بتاعك، مثلا خلينا نقول اندرويد 11، وتختار انهي نسخه من الروم من الجي ابس انت عايزها. تقول لي هو في منهم نسخ؟ اقول لك يعني في منها نسخ مثلا بيكو، دي نسخه صغيره جدا. في نانو، في مايكرو، ميني، فول دي فيها كل الابس بتاع جوجل. الستوك دي اللي بتنزل على كل الموبايلات. السوبر دي فيها كل ابس جوجل نزلتها زي الايروما كده. تمام. فانت بتنزلها وتسطبها على الموبايل بتاعك. تقول لي هسطبها ازاي؟ هقول لك من الريكفري. تقول لي طب ما انا ما اعرفش. هقول لك بقى في الفيديو الجاي هنتكلم فيه ان احنا بنسطب ازاي اندرويد معدل وبنشتغل عليه ونسطب كل الحاجات الخاصه بيه ان شاء الله. يعني خلينا نقول ان درس النهارده ده خلص. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم فيه في ان انت ازاي تعمل او تجهز اندرويد معدل تستخدمه على الانترنت. هجيب موبايل بيكسل 2 اكسل ونشتغل عليه ان شاء الله. السلام عليكم.